السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا بعجينه وحده، جوج ديال الانواع ديال الكوكيز اللي كيجي كيدوب في الفم وبكميه قليله، وغتخرج لكم 164 حبه ديال الكوكيز. كميه قليله تقريبا ما كاملاش 500 غرام، وكتخرج لكم 164 حبه اللي هو ساهل كيبغيوه الكبار قبل الصغار. غادي نبداو معاكم بالمقادير وطريقه التحضير. عندنا تقريبا كاس الا ربع ديال السكر، ما يعادل 100 غرام، خنيشه ديال الفاني. المهم الا ما كتبتش لكم المقادير غادي نقول لكم دابا المقادير مضبوطه باش لا نسيت ولا شي حاجه، ما المهم تكون الخبار في راسكم اولا القياس في راسكم. واحد الخنيشه ديال الفاني، رشه ديال المليحه، عندنا 100 غرام ديال الزبده. بغيتو ديروا حيوانيه يمكن لكم، انا دايره حيوانيه. يمكن لكم اللي بغى شويه يقتصد ديروا ديال البواطه. كنديروها مزيان مع ديك السنيده تذوب، وبالزبده نيت تخدم لينا وتكون على درجه الحراره الغرفه. خلطناها مزيان، كنضيفوا ليها ربع كاس ديال الزيت. واللي بغى دير الزبده من اصل نباتي يمكن لكم ديروا نص كاس ديال الزيت. صافي كنخلط مزيان داك الزيت حتى كيدخل في هاد الزبده على هاد الشكل. ومن بعد كنضيف البيض ديالي، عندي جوج بيضات يكونوا على درجه حراره الغرفه. هاد الحليوه ساهله ودغيا كتوجد وكتجي مقرمشه وفي نفس الوقت تذوب في الفم. انا وليداتي وحق الله العلي العظيم لا تخاطفوا عليها. وعندنا 4 المعالق كبار ديال الماء، 4 المعالق كبار ديال الماء، باش كتجي هاد الكوكيز يجي كيدوب في الفم مقرمش. الماء كيخلي ليه تقرميشه، والزبده كترطبو وكيجي مقرمش وفي نفس الوقت كيدوب. عندنا الطحين، وكنضيفو واحد الخماره من فئه 8 غرام. بالنسبه للطحين عندكم من 4 الكيسان حتى 4 الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، من 4 ديال الكيسان حتى 4 ونص، يعني 400 حتى 450. وتقدروا تدخلوا 400 كيف ما تقدروا تدخلوا 425، وكيف ما تقدروا تدخلوا 450 غرام. هذا هو الحد، صافي ما تزيدوش عليه. صافي كندخل كيما شفتوا راني مدلكتها معجنتها، دايرها غير في هذا البول الصغير، يعني ما محتاجه لا تدلك لا حتى شي حاجه. الخدمه الاولى اللي كاينه هي السنيده، نحكوها مزيان مع الزبده باش ما تعذبناش في دابا. وصافي كنشدوا العجينه ديالنا، غادي نقسموها على جوج. نتوما بغيتو ديروا كوكيز كله في مره واحده ديروه. غادي نشد النصف ديالها، غادي ندير خنيشه، وبالضبط هذا القياس اللي عطيتكم راه هو اللي جاني 100 بجوج بهم. لا كوكيز هذا اللي فيه الشوكولات وفيه شرائح اللوز، ولا هاد الكوكيز اللي تنخليه بيض وغادي ندير فيه هاد الحبيبات ديال الشوكولات، بجوج بهم حسبتهم 164. بغيتو تنقصوا المقادير وديروا نصف المقادير بيضه وحده. وبالنسبه لهاد العجين غادي ندير فيه هاد رقائق اللوز تقريبا 50 غرام. وبالنسبه الشوكولات درت جوج خنيشات، ولكن يمكن لكم ديروا خنيشه وحده. غادي في الاخير غادي نوريكم اللي درت فيها خنيشه وحده. يمكن لكم الا بغيتوها تجيكم كحله بزاف بحال هكا غادي ديروا جوج خنيشات في هذه الكميه. بغيتو تجيكم شويه مارو، راه حتى خنيشه وحده اللي كانت عندكم راه مزيانه قاضيه الغرض. كنص نشد النص الاخر كندير فيه حتى هو 50 غرام ديال حبيبات الشوكولات، ولا القياس اللي بغيتو، اما تكثروا ولا تقلوا راه بحال بحال.
المهم انا كثرت على حساب الدراري كيبغيو الشوكولات، ولكن تقدروا ديروا اقل، ماشي ضروري بزاف. وباش يخرج لكم هاد كوكيز كميه كثيره ما غاديش نكوروه بحال الغريبه، كورناه بحال الغريبه ما يخرجش لينا، كتجي الغريبه كبيره وما كتخرجش واحد الكميه كبيره. ولكن الا درناه حرابل على هاد الشكل يكونوا شويه رقاق كما كتشوفوا، ماشي غلاط بحال الفقاس نهائيا، وغادي نزيد حرابل ديال هاد الشوكولات، راه غيعطيكم كميه كثيره. هادشي تنقولوا بالنسبه للبنات المبتدئات اللي باغيين يتعلموا وباغيين يعرفوا ادق التفاصيل، داكشي علاش كنقول. وما الناس اللي معلمين راه كيقدروا تاخذوا غير فكره. بحال كنذكركم بكوكيز كتكون غايبه عليك الحاجه ومني كتفكريها كتنوض. المهم هاد الكميه اللي خرجات كنديه المجمد، ولكن انا راه ضاعفت الكميه، درت 2 بيضات وحنا اخرين، داكشي اللي درت معاكم ضاعفت الكميه. خرجوا ليا 4 حرابل من ديال الشوكولات و4 حرابل من العاديين، ولكن الحساب اللي عطيتكم وقلت لكم ديال نصف الكميه ديال 2 بيضات صافي. ما حسبش لكم كلشي حتى انا ولادي تيموتوا عليه. كنجبدوه من المجمد، ملي كيجمد كنبداو نقطعوه فيه بحال هكا كما كتشوفوا، راه كيتقطع بسهوله. من الاحسن وجبدوا حربول واحد بواحد، ما تجبدوش كلشي من المجمد وغادي يديكم جوله مع الصاد وداكشي وما غيتقطعش لكم مزيان. جبدوا واحد حتى تقطعوه في الصينيه اولا في الفلاطه، ومن بعد جبدوا الاخر. كنتمنى تشجيعاتكم بلي لايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع، باش هاد القناه تشاف عند ناس اخرين وهذا الفيديو يتبارطاجا وشكرا، الله يجازيكم بخير. هادشي اللي كاين. صافي كتقطعوه بحال هاد القياس، راه هو غيكبر شي شويه مع الخميره، دايره خماره وحده. انتما كي تيجي ولا اروع، والبنه بلا ما نقول لكم. ها انتما القياس اللي قلت لكم، 2 بيضات، 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الزبده، 4 المعالق ديال الماء كبار، 4 كاس ديال الزيت، رشه ديال الملحه، فانيلا وحده، 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وعندنا الطحين من 400 غرام حتى ل 450 على حساب واش كيشرب ولا لا. المهم كنقطعوهم على هذا الشكل، كنستفوهم في واحد الصينيه ديال الفران او لاطه ديال الفران. كنشعلوا الفران على 200 درجه، من 180 حتى ل 200 درجه، ما تيقلش بزاف. كنشعل الفوق والتحت. عندكم الفرفاره خدموها دغيا كيطيب، ما كيحتاجش واحد الوقت اللي هو طويل. دغيا كنخرجوه، ما تيكملش ديك 25 دقيقه، ما تيكملهاش حيت كنشعل الفوق والتحت. المهم القياس اللي عطيتكم هما هاد 2 طاوات، ولكن انا درت طاوات وحدين اخرين، يعني دوبلت المقادير. اللي خرجوا لي هاد الكميه اللي شفتوها في الاخير. غادي ندير هاد المحمرين وهاد اللي بقاو بيضين شويه غادي نرجعهم للفران. وهذه هي الكميه اللي خرجت ليا مضوبله، تقريبا شي 300 وزياده. وبالنسبه اللي قلت لكم اللي درت قدامكم ودرت فيهم 2 خنيشات ديال الشكلاط ديال هانتوما غتشوفوهم كيف دايرين، واللي درت فيهم خنشه وحده حتى هما غتشوفوهم غادي نوريهم لكم. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التشجيعات ديالكم وعلى دوك اللايكات ديالكم وعلى دوك التعاليق الزوينه اللي دائما كتخليوها. هانتوما شوفوا اللي فيها خنيشه وحده 7 غرام هي هذه، واللي فيها 2 خنيشات 14 غرام هي هذه اللي بغيتو. يلا بسلامه عليكم، الصحه والراحه.